سواء كان بمحاسنه أو بمساويه، على أساس أنه توعي الشعب السوداني، لأنه غايب كثير جدا من الوعي بكل أسف، على أساس أنه يقدر يفهم ويعرف ليختار الرجل الصالح، ونقدر نقول بعدين ربنا يولي فيهم من يصلح. حل حزب الأمة له ورقة عمل بكل تفاصيله، ينشر في النت أو على الصحف أو كتب بامبلت يوزع على الناس. أنا شاركت في انتخاب أوباما في مدينة شيكاغو اللي هو مدينتي اللي أنا عايش فيها، وأظن سجلنا أكبر نجاح كونه نقدر ندخل زول أسود من أصول أفريقية ومن أصول إسلامية ومسيحية إن شئت عشان يدخل البيت الأبيض. ده قدمناه بنتيجة ريكورد تشينج، لأنه عنده ورقة عمل معين فيها مجانيات التعليم، الصحة لكل مواطن في أمريكا، الصحة لكل مواطن في أمريكا. وبالتالي نجح البرنامج، وأظنه كان نجاح باهر جدا. السودان في الفترة اللي احنا درسنا فيه، زي ما حس الناس اللي بيحكموا حاليا درسوا أظنه في تاريخنا، وكان الدراسة من الابتدائية للجامعة مجانا. حاليا في أمريكا الدراسة من الابتدائية للثانوي يعتبر كومبلسري، أي إجباري، مش حتى مجاني، إجباري. دكتور محمد، يعني ده الناس بتظلك بسؤال يعني. كويس. بس دقيقة أخلص يا الشيخ أستاذ حنين. أنا الشيء اللي عايزه من السيد الإمام يقدم للشعب السوداني ده ورقة عمل يكون مقنع. إحنا ما دارين نرجع زي أبهاتنا وجدودنا، وأنا من أصلي يعني أبهاتي أنا من مدينة الفجر، ومعروف ناس دارفور كانوا اثنين، يا وطن اتحادي يا حزب أمة، وفي البيت الواحد أحيانا تلقى الاثنين. أنا عاوز الليلة يكون بقناعة أنه ورقة العمل المقدمة حزب الأمة يكون فيه 3 أو 5 فقرات فقط، ما قدرت تعمل لي مليون حاجة. 5 أشياء يكون مقنع، منها التعليم، الصحة، وضيف ال3 أنت اللي أنت عايزه. لأنه هؤلاء اللي بيحكموا النهارده إذا كان التعليم في وقتها بنفس القروش اللي هم هسه بيعملوه، كانوا النهارده أنا أقدر أقول بصراحة كانوا ماسعين أحذية. اليوم كانوا هيكونوا ماسعين أحذية. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. طيب ورينا برنامج في التعليم، وأنا كدكتور أعرف برنامجك في الصحة. هذا الشعب ما بقدر بعالجه نفسه. أنا اختشيت بأنه هنا ما في دكتور بقدر بكتب لواحد حبة أسبرين فور ذا هيد إيك عشان ياخده من المستشفى مجانا. شكرا دكتور محمد. سيد الإمام، أنا عاوز برنامج عمل مقدم عشان أنا وغيري نقدر نكون لنا كلنا عون ليك أو لآخر رجل آخر ثاني. شكرا يكون دور العمل عشان نقدر نقدم. فيما يتعلق بكلام والله قبل ما تجاوب لأنه زمني انتهى، هدي بس فرصة ثانية وخلي الشيخ الصادق يوصل. طيب تفضل. تفضل. السيد الصادق. قرب الميكروفون واتكلم. فاتح. محمد الفاتح، وكالة السودان للأنباء. انت قلت هنا في البرنامج بتاعك رد المظالم، وكل يوم نحن نجي في مدرمان بنشوف المظالم بتاعت جيش الأمة. دايرين نعرف عملتوا فيها شنو، وانت كنت الأقرب للحكومة. يعني كان في يوم من الأيام الجرايد بتكتب انك حتدخل الحكومة، يعني ماسك العصاية من النص. ردك على شنو الكلام ده؟ خلاص. تفضل. فيما يتعلق بكلام الأخ الفريق الأمريكي، تفضل. ده برنامجنا، وأظن الكلام اللي أنت ذاتك رديت على رقبتك، لأنك أنت قلت في الزمن ذاك كانت الصحة والتعليم مجانا، وقلت الناس اللي في السلطة ديل لو ما كان التعليم مجانا في ذلك الزمن، لو ما كانوا هسه زي ما قلت. ده صحيح، وعشان كده أنا ودايرين معليش، ما أنا ما حبيت يعني أحكها لما أجيب الدم. فالمهم أنا داير أقول إنه ده برنامجنا، وهنا في المنبر ده أنا تكلمت عن إيه المساوئ اللي عملوها وإيه المحاسن اللي ممكن نعملها. أما فيما يتعلق بأوباما، أيوة نحن نهنيكم على أنكم عملتوا العمل ده، وبالمناسبة نحن ذاتنا اشتركنا في انتخابه. أنا مشيت حضرت المؤتمر بتاع الحزب الديمقراطي في دنفر، وكتبت كتاب أصم أم يسمع العم سام، عشان نحاول نقول أنه نحن عايزين تغيير في أمريكا، عشان أمريكا تبقى عندها صلح مع العالم.
لكن طبعا احنا متاسفين دلوقتي انه هو جاب ناس من الحرس القديم واللوبيات في الكونغرس خلوه ما بيقدر يغير. هو عايز التغيير لكن ما حيقدر يغير لانه خدوه ضبه. على اي حال ان شاء الله يقدر يعمل التغيير المطلوب. فيما يتعلق بانه انا عايز اجي عشان انتقم، لا ما صحيح. بالعكس انا اكثر الناس تسامحا، ومع الناس اللي ابعدوني من السلطه هم ذاتهم يعترفوا بذلك. اذا سالتهم انا يصنفوني اعقل خصومهم وارحم خصومهم والطف خصومهم، لكن خصومهم. على اي حال فيما يتعلق بالسؤال الاخير بتاع الاخ اللي محمد الفاتح، حكايه جيش الامه دي يا اخواننا ببساطه شديده كل الناس اللي حاربوا بيجوا وبيعودوا وبيكون في داعي انه قواتهم لازم يتعمل لها DDR، اعاده تسريح واعاده تاهيل ونزع سلاح، وده كان المفروض يتعمل. وده مش شغلنا نحن، في حاجه اسمها مفوضيه العمل ده. للاسف اخواننا في السلطه بدل ما يعملوا كده بيعاقبونا بالمشكله دي. احنا ما لنا مال. احنا اولا جيش الامه ده لما تكون حكايه طوعيه، ما حكايه فيها تعالوا انتم موظفين عندنا، حكايه طوعيه. والله انا اعتذر لانه الزمن انتهى، بديك جمله واحده تختم بها ما اقدر اقطعك يعني. هذه المسألة الطوعية كان مفروض زي ما قلت يكون في عن المفوضية تحل المشكلة، ما حلتها. على كل حال جملة أخيرة، نحن نشكر لسونا هذا المنبر، وبالقياس للحلقات الفاتت أنا شايف أيضا النفس أبرد. إن شاء الله النفس يبرد يخلي الناس بدل ما يثيروا حماسة حرارة يثيروا ضوء، لأنه الضوء بيكون منير والحرارة بتجيب نزاع. نسأل الله أن يوفق على هذا الخط اللي فيه مزيد من الحوار العقلاني عشان نصل لنتيجة. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، شكرا للسيد صادق المهدي وكل الطاقم اللي معاه، وشكرا لكم جزيلا. احنا إن شاء الله دائما نبقى شمش بالضوء وبالسخن. شكرا، مع السلامة.